حزين إمام بجد مش كلام مهما هنقول كلام. ساحر الكرة حازم إمام جوه الملعب ساحر وجمهوره بيه مجنون، واللمسة منه تجيب الجون. تسلم يا تعالى تسلم لنا أخلاقك العالية، ويخلي لك هاية وتالية، وده مش كلام. لو فات سنين إمام الموهوبين، فني لعب وأخلاق ودين. ومهما فات سنين إمام الموهوبين، فني لعب وأخلاق ودين. جوه الملعب ساحر وجمهوره بيه مجنون، واللمسة منه تجيب التماس لنجوم العالم الجميل جدا من التسجيل. حازم إمام المصري البديل صاحب 41 سنة، صاحب التجربة الأوروبية جوه الملعب يلعب إيطالية تحديدا، التي دائما في مسافة بعيدة وقائد مرمى للمنتخب السعودي. حازم يا تعالى خلينا أخلاقك العالية، مع ذلك لنجوم العالم مرور السلام تخطي على الثالث. جول 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 ثالث لنجوم العالم، ومن محمد سعدون الكواري من الزميل اللي استطاع التسجيل هنا في هذه اللحظة بعد تمريرة كانت متقنة. إذن الكواري يسجل لنفسه ثاني أهداف أو ثالث أهداف في اللقاء، وهدف شخصي ثاني في مثل هذه اللقاءات. سبق أن سجل في لقاء عام 2013، هنا يعيد الكرة يسجل في 2015. إذن محمد سعدون يبدو أنه سيسعد نجوم العالم هنا في لقطة أخيرة وفي دقيقة أخيرة في 90 عملها أيضا نجوم العالم المسلمين. إذن ثلاثية مقابل 2. ولكن شوف حازم إمام بعد أن ومرر كرة بإتقان لسعدون الكواري محمد الكرة في هدف ثالث العالم. جول رابع لنجوم العالم من قلب الدفاع. شوف بكل اندفاع محاولة هنا في الجهة اليمنى، العرضية كانت بإتقان، والرأسية أيضا هنا من فريدريك، ومع أيضا الصافرة الأخيرة من حكمنا اليوم. إذن هذا ما لدى المنتخبان أعزائي المشاهدين في هذا اللقاء، 4 لهدفين.